بيقولوا الجواز اسمه ونصيب، وإن كل تأخيرة فيها خيرة، لكن كل اللي حصل معايا غير كل اللي اتقال. أنا أمنية. لما كملت 34 سنة من غير جواز كان معروف عني الاحترام والحشمة والتدين، بس ده كان زمان. كانت الناس تشوفني وتقولي عيني عليكي يا بنتي، ربنا يعدلها لك. كنت أقول يا رب واضحك، لكن كنت بتجرح من جوايا واسكت. كل شوية لازم أسمع كلام زي السم علشان اتأخر جوازي، والمصيبة إن الكلام ده من قرايبي ومعارفي، يعني مش من الغريب. مين قال إن حالي كده كان وحش؟ وليه بيقولولي في وشي؟ ليه يحسسوني إن في حاجة نقصاني؟ واللي ما كانش بيقولي كده في وشي كان بيقول من ورايا إن عانس وبايرة وفاتني قطر الجواز. ورغم إن كان بيتقدم لي ناس كتير وقت ما كنت في الكلية، لكن محدش فيهم كان مناسب ليا. أما لما كبرت ما بقاش يتقدم لي غير الأرامل والمطلقين، واللي أكبر مني ب15 و20 سنة، واللي كان ممكن أوافق عليه كان بيحسسني إنه جاي يشفق عليا وإنه هيعمل جميلة ويتجوزني. لا، وكمان ما كانش حد فيهم عاوز يجيب لي لا شبكة ولا يدفع مهر ولا حتى يجهز شقة عدلة نقعد فيها. هي الناس بقت كده ليه؟ فضلت أسأل نفسي لكن ما لقيتش إجابة. عمتي وصل بيها الحال إنها أخدت حاجة من قطري وراحت بيها الدجال علشان يعمل لي عمل يسهل جوازي، واللي بقوا ينصحوا أمي ويقولوا لها وديها الشيخ يقرأ عليها، دي أكيد مسحورة ولا محسودة، أكيد بنتك مش طبيعية وفيها حاجة. حتى صاحبتي المقربة ليا اللي كنا كل يوم بنتكلم سوا لحد ما ننام، يوم ما اتخطبت خبت عليا ومعزمتنيش. ولما سألتها ليه عرفت إن مامتها قالت لها بلاش أمنية علشان ما تجرحيش مشاعرها، لأنها هتكون زعلانة علشان انتي اتخطبتي وهي لأ. والمرة الوحيدة اللي استسلمت فيها وقررت أوافق على عريس وما كانش مناسب أصلا، وكان أصغر مني ب3 شهور. أمه تاني مرة جت معاه، وأول ما شافتني قالت لي وريني بطاقتك كده يا حبيبتي. استغربت بس وريتها لها. قالت لي أغرب كلام ممكن أسمعه، قالت لي انتي مش هتنفعي ابني، أنا نفسي أشله عيل و2، بس انتي كبرتي في السن، كل شيء اسمه ونصيب. وقامت مشيت بطريقة غريبة، سابتني ومشيت وأنا بتكلم ومش مستوعبة اللي حصل، بس كله كوم. ويوم ما لقيت أمي جايبة ناس يعملوا ظرف الشقة كوم تاني، وقال ايه تقولي أنا عليا جن عاشق هو اللي بيطفش العرسان ومش مخليني عارفة أتجوز. سنين بقت تعدي والحال هو. اتخنقت من كل اللي حواليا وكل الكلام اللي بيتقالي. كنت بلجأ لربنا واشكيله حالي وادعيله يعمل لي الخير، أقوله انت المنجي وانت يا رب اللي بتجيب المضطر إذا دعاك. بس زي ما بيقولوا إن المؤمن مبتلى، ما كانش تأخير جوازي هو الابتلاء الوحيد. اللي حصل بعد كده غير مجرى حياتي كلها للأسوأ، وقلت يا ريت اللي جرى مكان. في الشغل بتاعي اللي شغالة فيه بقالي سنين اتعينت بنت جديدة، كانت بتلبس لبس قصير وبشعرها، وطول الوقت بلاقي كل اللي في المكتب بيتمنوا لها الرضا ترضى. ورغم ان خبرتي تزيد عنها بسنين، إلا إني اتصدمت لما هي اللي بقت تروح مؤتمرات وتسافر تبع الشركة، وكمان مرتبها زاد في شهور بسيطة وبقت تقبض أكتر مني. والصدمة الكبيرة إننا كنا في نفس سن بعض تقريبا، بس محدش بيعاملها زي ما الناس بتعاملني. كل ده علشان شكلها، رغم إني أحلى منها بكتير. سألت نفسي إيه اللي ناقصني علشان أعيش نفس الحياة اللي هي عايشاها، وأتعامل المعاملة اللي الكل بيعاملوها بيها، وإيه اللي موجود فيها ومش موجود فيا. من يومين كانت خطوبتها على رئيس القسم اللي بنشتغل فيه أنا وهي. لأول مرة أحس إني غيرانة من حد ونفسي أبقى زيه. ولما حكيت اللي بيحصل لناهد بنت خالتي قالت لي يا أمنية واضحة زي الشمس، انتي بصراحة حجابك مخبي جمالك وحلاوتك، مفيش مانع يعني تفكي شوية كده، مش بقولك تقلعي الحجاب لأ، بس يعني اللبس ما يبقاش طويل كده، وبدل الطرحة اللي مغطية عينيكي دي بيني شعرك شوية ورجعي الطرحة لورا. الشباب اليومين دول بيتهبلوا على البنات اللي بتلبس كده، وكمان نضارتك دي مكبراكي قوي وعايزة تخسي سيكة، يعني فكي كده شوية وما توقفيش رزقك يا حبي، الرزق يحب الخفية. وفعلا اقتنعت بكلام ناهد، وتاني يوم في الشغل فضلت ألبس في ساعة،
لبست لينسز ملونة بدل النضارة وبدأت أعمل دايت، ولبست جينز ضيق شوية ومبين عودي الحقيقي، وكمان اخترت بلوزة قصيرة ولبست إشارب وربطته من ورا، وحطيت ميك اب خفيف. وأول ما خرجت من البيت حسيت إني ناسية حاجة، لكن الإحساس ده راح بعد فترة. حسيت إن كل الناس بتبصلي، والإحساس ده ما كانش مضايقني لأول مرة في حياتي. لما وصلت الشغل زمايلي الرجالة كانوا بيبصولي كأنهم بيشوفوني لأول مرة، نظرات إعجاب ما كنتش متعودة عليها. ودي ما كانتش النهاية، كل ما أحس إن زهقت من شكلي كنت بغير من ستايل اللبس بتاعي، والكل بقوا يقولولي انتي كنت مخبية الحلاوة دي كلها فين؟ وكل ما كنت أحط صورتي على السوشيال ميديا كانت بتجيلي طلبات صداقة أكتر بكتير من الأول، وفي أكتر من واحد من اللي شغالين معايا بقوا يطلبوا مني إننا نتكلم، وكمان في اللي طلب مني إننا نرتبط. كنت حاسة أخيرا إن عايشة سني والناس شايفاني، بس مقارنة بليلى زميلتي اللي كنت بغير منها كانت هي دايما تكسب. وقت ما تحضر ولا تتكلم كانت هي اللي بتاكل الجو. والموضوع ما بقاش بس مجرد غيرة، الموضوع اتقلب لمنافسة لما عرفت إن في حركة ترقيات جديدة في الشركة. وطبعا ليلى اللي الكل مهووسين بيها كانت هتترقى وأنا أحق منها بده. كان إيه اللي هيفرق؟ الطرحة اللي لسه حطاها شلتها. قررت أقلع الحجاب، كان ممكن أعمل كل حاجة في الدنيا علشان أحس إني كسبت. وفعلا اليوم اللي بعديه كان آخر أيامي بالحجاب، اللي ما كانش أصلا حجاب كامل بقاله فترة. والمفاجأة كانت إني فعلا كسبت. الكل كان مذهول من ساعة ما دخلت الشركة، مش دي أمنية اللي كانت شغالة معاهم بقالها 4 سنين. كنت حاسة إني جديدة وسعيدة، حتى شلتي القديمة وأصحابي ما بقتش أخرج معاهم، كانوا بيفضلوا يزنوا عليا أرجع أتحجب. بقيت أطنشهم، ما هم كلهم اتجوزوا ومرتاحين في بيوتهم ومش حاسين بيا ولا فاهمين حياتي كانت عاملة ازاي ودلوقتي بقت ازاي. والغريبة بقى ان عروض الجواز كترت وكلهم كانوا مناسبين ليا، في منهم اللي كانوا شغالين معايا في الشركة ومنهم اللي كانوا بيشوفوني وانا خارجة من البيت كل يوم، بس انا كان عيني على حد تاني. وقت الترقيات انا اللي اترقيت، وبعدها حصلت خناقة بين ليلى وخطيبها وقربت خطوة من هدفي. أشرف كان رئيس القسم اللي بنشتغل فيه. بعد الخناقة بينه وبين ليلى طلبت منه يساعدني في شغل جديد استلمته بعد الترقية، لكن لسه مش فاهماه قوي، والحقيقة دي كانت حجة علشان نقعد أنا وهو سوا. خرجنا بعد الشغل، وبعد ما خلص كلامه عن الشغل قلت له ليلى بنت حلال، أنا مش قصدي أتدخل، بس هي بتحبك، يا ريت ما تخسرهاش. لقيته بيقول لي انت طيبة قوي يا أمنية، رغم ان كل الخناقة دي انت السبب فيها. قلت له ازاي؟ قال لي ليلى زعلانة علشان حوار الترقية يا ستي، وكمان علشان انا كنت بشكر فيكي قصادها واقول انك اكفأ منها وتعرفي الشغل اكتر منها. وكمل وقال لي انت عارفة بقى غيرة البنات. قلت له اكيد، وهي حقها تغير عليك. قال لي قصدك حقها تغير منك. ساعتها حسيت ان كل حاجة بتمشي زي ما خططت لها بالظبط. اتأكدت ان أشرف هو كمان معجب بيا، وخططت كويس علشان الأيام الجاية كانت مهمة بالنسبة لي. بقيت أتلكك علشان أشوفه ونتكلم ونشتغل سوا، وفي نفس الوقت لما كانت ليلى بتلاحظ وتتخانق معاه كنت بقوله قد إيه هي طيبة وجميلة ومن حقها إنها تغير، لكن هي لازم تفهم وضعك ومركزك، ما أنت مش شوية. وقلت له إني هبعد تماما علشان ما سبب لهمش مشاكل، وفعلا بعدت عنه. حتى لما كان بيتصل عليا كنت بكنسل ومردش، لحد ما في يوم طلبني في مكتبه وكنت بحسبه عايزني في شغل، لكن أول ما دخلت لقيته بيقولي وحشتيني قوي يا أمنية. قلبي كان بيتنطط من الفرحة، ولما شافني ابتسمت كمل كلامه وقال لي ليه بتبعدي عني؟ أنا بقيت حاسس إنك انتي الوحيدة اللي فهماني، لما بشوفك بلاقي نفسي مبسوط. قطعته وقلت له طب وليلى؟ ما يصحش. قال لي أنا عايزك انتي يا أمنية. أنا ما كنتش شايف صح، بس ليلى نكدية لكن انتي عاقلة وجميلة، وبصراحة أبقى حمار لو ضيعتك من إيدي. قلت له لما تسيب ليلى أنا موافقة أكون معاك قدام الناس كلها، رغم إنه تردد شوية قبل ما يرد، لكنه وافق بعدها وقال لي أنا هتقدم لك ونتجوز.
ضحكت وسبت ومشيت. رحت الحمام علشان أظبط الميك اب بتاعي، وقدام المراية كنت بظبط الروج بتاعي، وواحدة صاحبتي كانت من صحابي القدام في الشغل شفتها بتتوضى علشان صلاة الظهر. قالت لي ازيك يا أمنية؟ قلت لها بخجل الحمد لله. مشيت وسابتني وقالت وهي ماشية سبحان الله. وقفت أفكر في الموقف شوية. من يوم ما قررت أخلع الحجاب وأنا اتخليت عن حاجات تانية كتير من غير ما أحس، منها الصلاة. دلوقتي بكسل أقوم أشيل الميك اب والمانيكير علشان أتوضى، وبعد ما كنت أنا اللي بشد صحابي علشان نصلي في الميعاد دلوقتي حالي بقى كده. بس كل الأفكار دي راحت لما جاتلي رسالة من أشرف على الموبايل قالي بحبك. صحيح أنا زمان كنت أحسن من دلوقتي في حاجات كتير، بس كنت لوحدي. مميزات دلوقتي كتير قوي، منها إني تقدم لي ناس كتير وكلهم بقوا مناسبين. صممت أسكت ألسنة الناس عني، وكمان هتجوز أشرف، العريس اللي طول عمري بتمناه والراجل اللي هيقدر يسعدني. وبعد أسبوعين كان أشرف في البيت بيقرأ الفاتحة مع خالي وأمي، واتفقنا إننا نتجوز بعد 3 شهور. أشرف عرفني على حياة جديدة عليا، كنا بنسهر سوا، وعرفني على أصحابه اللي كان مستواهم أعلى من مستوايا. وعلشان دايما أبان أحسن كنت بصرف كل مرتبي على اللبس الغالي والبرفيوم والميك اب. وأشرف كان مبسوط بيا جدا وبيعرفني على كل معارفه. واتجوزنا أخيرا، واللي كانوا بيشوفوني زمان ويقولوا عانس وفاتها قطر الجواز بقوا دلوقتي يشوفوني مع جوزي ويقولوا صبرتي ونلتي يا حبيبتي، أيوة كده وقعتي واقفة. لكن اللي ما كنتش عارفاه إن ورا الحياة الحلوة اللي أشرف معيشها لي شرط معرفتوش غير بعد ما مريت بأزمة كسرتني، وإنه حبه ليا كان مشروط بشكلي وجمالي ومظهري وبس. سرطان الثدي كان وراثة في عيلة أمي ومحدش نجا منه غيرها، ووقتها قلت إن أنا كمان فلتت منه وإن مش ممكن أتصاب بيه بعد العمر ده كله. لكن بعد التعب المستمر اللي كنت بمر بيه، ولما كشفت الدكتور أكد لي إن عندي سرطان وبدأت أخد الجلسات، ولما كنت بطلب من أشرف إنه يبقى موجود معايا كان بيتحجج بالشغل، وبدل ما يكون هو سندي في الوقت ده كنت حاسة إني لوحدي. والإحساس الأفظع من كده لما بدأت أحس إنه بقى ينفر مني ويبعد عني، وكأنه اكتشف إن عندي مرض معدي. لون جلدي بدأ يبهت وشعري كمان بدأ يقع، وأشرف ما بقاش طايق يلمسني ولا يبص في وشي. ده كمان اتهمني وزعقلي وقال لي إني خبيت عليه وخدعته لما اتجوزنا. ويوم عن يوم كنت بكتشف إن اتجوزت حد معرفوش، والأول مرة كنت بشوف وشه التاني. معقولة ده أشرف؟ معقولة؟ لجأت لربنا علشان يعديني من محنتي ويشفيني، وقدمت استقالتي من الشغل، واضطريت ألبس الحجاب مرة تانية علشان شكلي من غير شعر كان بيضايق أشرف، لحد ما بقى ينام في أوضة تانية، وأحيانا ما كانش بيرجع البيت أصلا. واتصدمت صدمة جديدة لما سمعته بيتكلم مع بنت في نص الليل وبيحب فيها، والصدمة الأكبر إن البنت دي كانت ليلى. مسكت موبايله بعد ما نام وقريت بينهم رسايل بيقول لها إنها حب حياته، وإنه غلط لما اتجوزني. ولما واجهته بالحقيقة قال لي إنه اتجوزني علشان شكلي الحلو، علشان يقدر يتباهى بيا قدام الكل. كنت بالنسبة له ديكور مش أكتر، زي العربية، زي الفيلا، زي أي حاجة بيمتلكها. وما صدقتش وداني وهو بيقول لي انتي طالق بال3. بعد 4 شهور وانا بتعالج سمعت عن خبر جواز ليلى وأشرف، وفضلت كتير لحد ما قدرت أقف تاني على رجلي، وتعالجت تماما بعد عملية اضطريت أشيل فيها جزء من جسمي علشان الورم ما يزيدش مرة تانية. فترة علاجي ومرضي خلتني أفكر كتير في نفسي وفي الناس اللي حواليا. مفيش حد من اللي اتريق عليا وكان لسانه طويل زمان كان بيسأل عني دلوقتي في مرضي، ولا حتى يهمهم مرضي. وأصحابي القدام اللي خسرتهم بقوا يتكلموا ويسألوا عليا من باب الشفقة مش أكتر. راجعت نفسي وقلت أنا كنت عايزة إيه؟ كنت عايزة أتجوز؟ أديني اتجوزت، وما طلعش الجواز نهاية الدنيا، ولا حتى جوزي كان هو السند زي ما كنت فاكرة. رضيت الناس على حساب نفسي، سكتتهم واستفدت منهم إيه دلوقتي؟ وهم فين أصلا لما أنا اتطلقت؟ كنت بهرب من كلام الناس ومفكرتش إني بأذي نفسي لما سبت كلامهم يدخل دماغي ويغير طريقة تفكيري ويهز ثقتي في نفسي. ويا ريتها جت على كده، ده أنا كمان اتخليت عن ديني وحجابي،
واتحايلت على القدر وكنت فاكرة نفسي أشطر. ما كنتش عارفة إن كل أموري كانت بين إيدين اللي أنا عصيته. أنا كنت فاكرة إن الابتلاء كان في تأخير جوازي، لكن الابتلاء اللي بجد هي الفتنة اللي حصلت لي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وليلى كانت هي فتنتي. كنت شايفاها بتاخد كل حاجة بسبب شكلها وبقيت أقلدها ونفسها. كنت بقول الحجاب مجرد طرحة وقماشة بتتحط على الراس، لكن ده ما كانش حقيقي. الحجاب أكبر من مجرد طرحة وهدوم مقفلة. ولما اتخليت عنه اتخليت عن حاجات كتير معاه. نسيت مكان القبلة، ونسيت إن كنت بطلع من مرتبي كل شهر صدقة، وبقيت استخسر الفلوس علشان أقدر أجيب اللبس والميك اب اللي كان بيبهر الناس بيا، لكنه كان بيبهر الناس الغلط زي أشرف اللي حبني علشان شكلي. ووقت ما شكلي اتغير بسبب المرض غيرني زي ما بيغير عربيته بزوجة أحلى وأشيك. أنا مش عايزاكم تزعلوا عليا، أنا دلوقتي أحسن من أي وقت في حياتي. وفعلا الابتلاء اللي يقربك من ربنا ويرجعك لطريقه يمكن يكون أفضل نعمة عليك. يا ريت قبل ما تفكروا تتنازلوا وتتغيروا علشان تعجبوا الناس افتكروا لو التغيير ده هيرضي ربنا ولا لأ. ولو شايفين إن الشكل هو كل حاجة فكروا في اللي حصل لي. وقبل ما تبصوا لناس عايشين حياة بتتمنوها اعرفوا إن ممكن حياتكم تكون أحسن بكتير منهم وانتوا مش حاسين. يمين يرجع الزمن بيا وانا اقول لنفسي ان كده احلى، اني احلى بوشي المنور بعد كل صلاة، واحلى بقلبي المطمئن بذكر الله، واحلى بلبسي الواسع الطويل اللي ما كانش ملفت، واني احلى بذكائي ومجهودي وشطارتي في الشغل، مش في الفساتين القصيرة والشكل والضحكة اللي كنت بستغلهم علشان اوصل لاغراض دنيوية زي كلها. تفتكروا انا اللي غلط ولا المجتمع كله بقى يحكم على الشكل والمظاهر وبس؟ تفتكروا أنا ظلمت نفسي ولا الناس ظلموني لما عملوا فيا اللي عملوه وخلوني واحدة تانية غيري؟